السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. يلا بينا نعمل اكله الحله الواحده او غدوه سريعه. هنعمل حله مكرونه بالسجق او المبكبكه الليبيه على الطريقه الليبيه الصح ان شاء الله. بس المره دي هنعملها بالسجق. انا قبل كده عملتها باللحمه وطلعت لذيذه جدا، بهاراتها بسيطه جدا، اكله سريعه مش هتاخد منك وقت، حوالي نص ساعه، والنتيجه خرافيه ما شاء الله. المبكبكه ممكن نعملها باللحمه او فراخ او السجق، او ممكن نعملها قرديحي، او ممكن نعمل قرديحي يعني من غير اي لحوم، او ممكن نعملها بالخضروات. تمام. وممكن وهي في الاصل بتتعمل بالمرمريه، المكرونه المرمريه، لكن انا ما كانش عندي مرمريه، لقيت القواقع دي وطلعت تحفه برضو، سهله جدا. ويلا نبدا. بس قبل ما نبدا، اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. يلا نبدا. عندي حله سخنها واحط فيها شويه زيت، واحط نص كيلو من السجق، احطه سليم من غير ما اقطعه. عقبال ما يتحمر هقطع بصلايه صغيره وثمره من الفلفل الرومي، واخلي وثمره من الفلفل الحامي كده هشقها من النص. تمام. السجق خد لون حلو وتشوح، اقطعه كده بالمقص زي ما اتعودت معاكم في نفس الحله. لو لقيت حته كبيره كده بالمعلقه او بالماسك اقطعها عادي كده. السجق خد تحميره كويسه، وهنزل بقى بالبصلايه اللي قطعناها تتشوح وتدبل مع الايه، مع السجق. بعد كده هنزل بالمكرونه بتاعتي، اديها تحميصه من الصوص بتاع الايه، السجق. التركه دي هتخلي معاكي المكرونه حلوه جدا، جربوها وهتدي تست للمكرونه وهتطلع معاكي مفلفله. اديها كده تقريبا بالبصل والسجق. هنزل بفصين من الثوم، مش هكتر ثوم، وهنزل بثمره الفلفل الرومي اللي انا قطعتها مكعبات، واقلب كده كله مع بعضه، حمصهم كلهم مع بعضهم. شكلها حلو جدا من غير ما لسه ما احط الايه، الطماطم او الصلصه. هديها معلقه من الصلصه البيوريه او معجون الطماطم، معلقه كبيره كده، ونقلب برضو الخليط بتاعنا كده لحد كده، سهل وبسيط. عندي هنا طماطم انا معصجاها او مسوياها، يعني صوص طماطم، وحطها في الفريزر. طلعت كيس فكيته في الميكرويف وحطيته على الايه، على المكرونه. ما شاء الله اللون حلو كده مظبوط، مش محتاجه حاجه تاني. اديها شويه توابل بسيطه، شويه فلفل، مكترش فلفل برضو، شويه ملح طبعا. وهنا اهم حاجه في الموضوع في المبكبكه هو اللي هو الكركم، ده التابل الاساسي فيها. حطيت معلقه كبيره من الكركم، وازود بقى ميه ايه، سخنه. والميه بتبقى ايه، زياده شويه عشان تطلع جوسي كده وما تبقاش ماسكه مع بعضها. احنا بنعمل مبكبكه مش مكرونه عاديه. كنت بدوق الحدق بتاعها او الملح بتاعها، لقيتها محتاجه شويه ملح، زودتها شويه ملح، وقلبت الخليط كله تاني كده اهو. وهنزل احط بقى قلت ادوقها تاني برضو بعد ما حطيت الملح، دي معلقه تانية، يعني انا غيرت المعلقه لو تلاحظوا. حطيت بقى ثمره الفلفل الحامي اللي شقيتها من النص كده على الوش، وزودت سيكه كده من الايه، من الشطه. احنا عايزينها معتدله، يعني اللي حابب يزود يزود. اسيبها تغلي بقى واوطي عليها النار لحد ايه، ما تستوي. وهيبقى فيها صوص ساعه التقديم برضو، احنا مش هننشفها قوي. هنا بعد ما غليت غلوتين كده، قلت ازودها شويه زيت عشان المكرونه تطلع ايه، مفلفله، لان ما كترتش الماده الدهنيه في الايه، في الطبق او في الحله. مش عايزه المكرونه تلزق مع بعضها، فزودت لها شويه ايه، زيت صغيرين. ممكن نستخدم زيت زيتون بدل الزيت النباتي بتاعنا العادي. كده بقى المكرونه ما شاء الله عماله تبقبق اهي، شوف جميله ازاي، تحفه. الريحه كانت جميله جدا، كان نفسي تشموها ونفسي تدوقوها، بس جربوها وان شاء الله هتعجبكم. شايفين حلوه ازاي؟ يلا بقى نغرف الطبق بتاعنا. زي ما بقول لكم ما خدش نص ساعه في التحضير. جبت صينيه كبيره او بايركس او زي ما انتوا حابين تقدموها. شايفين الصوص اللي نازل منها؟ احنا عايزين المبكبكه تكون كده، ما بتكونش ناشفه. حلو قوي. طبق كده جاهز. ممكن نعملها في العزومات، هتبقى مشرفه جدا. ممكن نعمل سيرفيسين كبار كده زي اللي انا عامله حاطه فيه ده على السفره، هيدوا برضو قيمه للسفره، وطعمهم حلو، والاولاد هتحبوا المكرونه. ما شاء الله جميله. اديها رشه كده من البقدونس المجفف،
البقدونس ده انا مجففاه في الميكرويف عندي، وحطاه في علبه كده زي الملح، بيدي شكل حلو قوي للطبق في النهايه. جربوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم، واتمنى تجربوها وتقولي لي ايه رايكم في اي كومنت، او على المنتدى، او على صفحه الفيس. عندي صفحه على الفيس برضو باسم مطبخ المهندسه. اتفضلوا معانا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.